السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هتكون مختلفة شوية هي والحلقات اللي جاية كلها إن شاء الله، لأنه بدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم. فكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا وعلى أمتنا العربية بالكامل. وزي ما العد التنازلي لرمضان هو برضو العد التنازلي للموسم الرمضاني للشاشة الصغيرة والأعمال اللي هتتعرض في الموسم الرمضاني 2025. واول عمل معانا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده وهو مسلسل فهد البطل، بطولة النجم الكبير احمد العوضي. طبعا ده هيكون اول رمضان ليا على اليوتيوب وفي تقديم المحتوى، فان شاء الله اقدم لكم حاجه تعجبكم. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل فهد البطل بطولة النجم الكبير احمد العوضي هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة. ومسلسل فهد البطل من بطولة كل من مع حفظ الألقاب للجميع أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي وعصام السقا، حجاج عبد العظيم وعزت زين، ميرنا نور الدين ولوسي، صفاء الطوخي وكارولين عزمي، عايدة رياض وصفوة، محسن منصور ومحمد مهران وأحمد ماجد ومجدي بدر ويارا السكري. ومسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج المخرج محمد عبد السلام. تعالوا دلوقتي نخش نتكلم في تفاصيل وقصة أحداث مسلسل فهد البطل. لكن قبل ما نبدأ تعالى أقول لكم إن القصة اللي بتبقى معلنة عن المسلسل هي القصة بتاعة المسلسل اللي هنشوف، لكن ما بتبقاش معلنة بشكل إن إحنا نعرف تفاصيل بتاعة المسلسل أو الأحداث، لأن ده بيتساب وبنكتشفه وبنشوفه على مدار الحلقات أو على مدار ال30 حلقة صرحش عنه، أو حتى الممثلين أو كتاب المسلسل ما بيتكلموش عليه. فإحنا بنقول القصة بشكلها الخارجي اللي هو انت بتبقى واخد فكرة عن المسلسل لا اكتر ولا اقل. يعني ممكن نتكلم في قصة المسلسل او نقول حاجة ونيجي لما نشوف المسلسل ممكن نفس القصة بس يبقى فيه اختلافات. حبيت بس اقول الحتة دي عشان تبقى ايه كمقدمة. وتدور احداث مسلسل فهد البطل في اطار الاكشن والدراما، وايضا في اطار الصعيدي والشعبي. طبعا الفنان احمد العوضي هو اللي بيقوم بشخصية فهد البطل اللي هي اسم المسلسل على اسم الشخصية. زي السنة اللي فاتت احمد العوضي قدم لنا مسلسل اسمه حق عرب، وعرب هنا كان هو اسم الشخصية بتاعت أحمد العوضي في المسلسل. وعلى العموم الموضوع ده اتعودنا عليه إن اسم المسلسل بيكون على اسم الشخصية بتاعت الفنان. فهد البطل اللي بيواجه تحديات كبيرة جدا بعد دخوله السجن وخروجه من السجن. خلال الإعلان والكلام اللي بنشوفه إن أحمد العوضي قايم بدور شخصيتين، وده لأول مرة هنشوفه فيه الفنان أحمد العوضي إنه بيقدم شخصيتين في عمل واحد. وإن الشخصية الأولى هي الأب اللي شفناه برضه في الإعلان، كان راكب على حصان ولابس جلابيه ومربي دقنه وراكب قدامه طفل. من الواضح ان الشخص ده هو الاب، وان الطفل ده لما يكبر هيكون هو الشخصيه الثانيه للفنان احمد العوضي وهو فهد. وفهد اللي هيقرر يهرب من الصعيد بسبب صراعات مع العيله. والنقطه دي اللي هتخلينا ننتقل للفنان احمد عبد العزيز، الفنان اللي انا بحبه جدا جدا، ممثل تقيل. شفناه في مسلسل المداح، وقبلها كان شفناه برضه في مسلسل الاب الروحي، وشفناه خلال الاعلان اللي نزل وهو كان بيتكلم وبيقول هاخد الارض والعمودية والفلوس، حتى مرتك وولدك. ارتاح يا ولد ابوي. واللي شفته خلال الاعلان ده هيخلينا استنتج ان احمد عبد العزيز هيكون قايم بدور عم فهد واخو ابو فهد اللي هو احمد العوضي الاب، وان احمد عبد العزيز هيستولى على كل حاجه بعد موت ابو فهد. ومن هنا هتكون بدايه الصراع مع احمد عبد العزيز على ما اعتقد وفهد، الصراع العائلي على الفلوس والورث والحاجات ده كلها في اطار درامي اجتماعي اكشن خلاله على مدار حلقات المسلسل اللي بيتكون من 30 حلقه. وبرضه شفنا الفنان عصام السقا في الاعلان، ومن الواضح وخلال اللي شفته في الاعلان ان عصام السقا هيكون هو صاحب فهد. وشفنا برضو الفنانه كارولين عزمي، شفناها في مشهد وهي شغاله في بار، وبعد كده شفناها مشهد وهي دور بنت شعبيه. وطبعا زي ما اتعودنا في اعمالنا وافلامنا ومسلسلاتنا ان البنت الشعبيه لازم بقى تبقى ضاربه العبايه السوداء ووشها وتبقى ايه خارجه كده ايه من عند الموان فريش الوانه وايه زنهره زي ما انت شايف كده. وبرضو شفنا الفنانه ميرنا نور الدين في
زي مشهد كده وهي دخلت كده على فهد وبتقول له ابصم يا فهد وهي بتعيط. فالثنائي بتاع ميرنا نور الدين وكارولين عزمي، هل ده بنتين بقى اللي بيحبوا بطل ولا بتاع؟ كل ده هنشوفه خلال المسلسل، بس ده اللي بيبقى متعودين عليه، ان بيبقى في بطل وفي واحده البطل بيحبها او هي بتحبه، وفي واحده تانية بتخش على الخط. احنا شفنا ده في حق عرب لما مع مرور الحلقات كان في 2 بيحبوا عرب، فممكن نشوف ده غير ان الفنان احمد العوضي كان نشر فيديو كده من الكواليس كتب فرحه فهد. في فهد هنشوفه برضه بيتجوز واحده منهم، وكل ده هنشوفه ونتعرف عليه خلال احداث المسلسل اللي هيكون في رمضان 2025. طبعا القنوات اللي هتكون نقله للمسلسل ده، اول حاجه هي منصه واتشد اللي هي اول حاجه بتنشر البوسترات للمسلسل وبتنشر الاعلانات، وبعد كده قنوات المتحده يعني اون اي هتلاقيها ممكن نشرت الاعلان، قناه الحياه. وعلى ما اعتقد ان المسلسل فهد البطل هيتعرض على اكثر من قناه من قنوات المتحده. متحمس المسلسل ولا مش متحمس؟ انا متحمس المسلسل جدا، واكيد من المسلسلات ال 30 حلقه اللي هكملها. يعني مسلسل حق عرب انا كملته للاخر، بالرغم ان كان فيه مشاهد مط وتطويل وكان فيه حلقات فيها ملل، الا انه كان قادر يثبتني معاه ان انا اقدر اكمل معاه للاخر. وطبعا بسبب غير احمد العوضي الفنان رياض الخولي اللي كان تقيل جدا، وكان معاهم فنان وفاء عامر. فمسلسل فهد البطل موجود فيه الفنان احمد العزيز وموجود فيه كوكبه من النجوم، فاكيد هيقدر يمسكني ويثبتني ان انا اكمل معاه للاخر. وعلى العموم هنيجي نتكلم هنا عن المسلسل ونقول راينا فيه. طريق مسلسل حلو، هنطلع نقول حلو وبرافو احمد العوضي قدم لنا حاجه مختلفه. هل هيقدم لنا حاجه مختلفه؟ لسه ايه جاي في دماغي، ما اعتقدش. اعتقد ان هو هيقدم دور البطل، الاكشن والضرب والصراعات وكل الحاجات دي. المسلسل فيه حاجه ما عجبناش، عجبني حاجه ما عجبنيش حاجه، هنطلع برضو ونتكلم. وبس كده نقدر نقول ان احنا اتكلمنا عن كل حاجه ليها علاقه بمسلسل فهد البطل. ولما ينزل الاعلان الكامل عن المسلسل، لو لقينا الاعلان بيشد وفيه حاجه مختلفه، هنطلع نتكلم عنه ونتناقش مع بعض الاعلان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.